السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا فيكم في قناتي فلسطينية بغزة. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من الفيديوهات المحببة إليكم واللي بتفرحكم، اللي هي فيديو الطرود والمساعدات الغذائية اللي بتجينا من الدول الشقيقة. بارك الله فيهم جميعا. طبعا هذه السلة الغذائية أو الطرد الغذائي من دولة تركيا. بارك الله فيهم جميعا. طبعا مفيش فيها معلبات، زي ما هو موضح امامكم. يعني فيها مواد غذائية قيمة. بداية هذا الزبيب، كيلو الزبيب فيها 2 كيلو دقيق ابيض. هذا الدقيق لا 4 كيلو لانه الكيس 2 كيلو صحيح. وفيها 2 لتر زيت نباتي او سيرج، وفيها معكرونة برضو كيسين، معكرونة القلم. فيها عدس كيسين، وفيها سباكيتي، فيها اسباكيتي كمان 3. وهذا برغل لا حمص، فيها 2 كيلو حمص حب. وفيها برغل، وفيها بسكوت، بس البسكوت اكلوه ملحقتش اصوره معلش. هذا الرز الحلو، رز المقلوب والمندي وهيك الشغلات. هاي الكيس التاني من المعكرونة. هاي الاسباجيتي 3، زي ما هو موضح امامكم شايفين. وفيها صلصة حجم كبير، وفيها سكر. هذا السكر اعتقد، او هذا السكر ان شاء الله يعني تبارك الله. وهذا السيرج او الزيت النباتي 2 لتر. حلو كتير يعني، قيمة ما شاء الله بارك الله. بتعرفوا انها وصلانة من شهر رمضان المبارك، واليوم استلمناها. يعني رمضان له اسبوعين مخلص، واليوم فكروا يوزعوها يعني. هي البرغل ان شاء الله اصور لكم طريقة الكبة. وفيها حلاوة، هذه حلاوة برضو، حلاوة تركية. كل هاي المنتجات اللي فيها تركية. وهذا برغل ورز. وهذا 2 كيلو الطحين اللي تبقى زي ما انتم شايفين. طب فيش فيها معلبات بالمرة، لانه المعلبات الواحد زهقها. هاي هنا كاتبين عليها محتويات الكيس الغذائي: سكر، صلصة، زيت عباد الشمس، معكرونة، عدس احمر، حمص، برغل. كانت اختي مفكرة فريكة، قلت لها لا برغل. وحلاوة والزبيب ودقيق والبسكوت. بس البسكوت ما لحقتش اصوره لكم لانه بسكوت بفل ويفر، على طول فتحوه اكلوه. ما لحقتش اصور لكم اياه، لانه هذا البسكوت محرومين منه احنا من 7 شهور، ولانه اختفى ورجع سعره اضعاف مضاعفة. كنا نشتري بشيكل، الحين كتير غالي. بنشتري تاع العجوة يعني، اوفر واسكى. هنا صورت لكم برضو السلة من برا، علم تركيا عليها. وهذه الورقة لقيناها على وجه المواد الغذائية زي ما انتم شايفين، عليها التوقيع وعليها العلم، وكاتبين فيها كلام كتير ايجابي وحلو. كتير اخوات كتبت لي في التعليقات: انت في وحده كتبالي انت بتحكي كلام سلبي، انت مش متفائله، انت وانت وانت. قلت لها هذا واقع واحنا بنعيشه يعني. قلت لها منورة وهذا واقع يعني احنا بنعيشه. هنا برضو صورت لكم اياها من 4 جهات. ان شاء الله هيك تنال اعجابكم يا رب. ما تنسونا من الدعاء يا جماعة، من اللايك والمشاهدة الكاملة. وبارك الله فيكم جميعا. وما تتخطوا الاعلانات يا جماعة، لانه الاعلانات هي مصدر الدخل. وساهموا في ميزة شكرا، لانه ميزة شكرا ما حدش بيساهم فيها، ويعني بشوفش عليها مساهمات. بارك الله فيكم جميعا، والله يكرمكم دنيا واخرة. كل ما تجينا سلة غذائية حشاركوا فرحتنا ومحتوياتها. في فيديو حنزله، جتنا سلة من الامارات برضو، حنزله قبل هذا الفيديو برضو، حنزله لكم اياه برضو. حلو كتير، وحشارككم اياها، صورتها. وان شاء الله تنال اعجابكم يا رب.
أحلى إشي فيها الزيت النباتي والسكر لأنه بنستخدمه بكترة، والمعكرونة برضو بنستخدمها بكترة. الحلاوة لما يجي على حد باله إشي حلو بروح بياكله معلقة حلاوة، زي هيك صرنا. كنا زمان ما حدش يدور على الحلاوة ولا يعبرها، حاليا بتكتلوا عليها سواء الأصابع أو العلب. إن شاء الله هيك ينال إعجابكم يا رب، وبارك الله فيكم جميعا. ولا تنسوا اللايك، وفي الناس اللي بتصلهاش الإشعارات تلغي الاشتراك وتجددوا، تضغط على كلمة الكل عشان يوصلها كل جديد. يعني بارك الله فيكم جميعا. هذا الزبيب طبعا، هذا زبيب عنب أسود كيلو يا جماعة، نستخدمه للرز وبياكلوه هيك عادي يعني تلقائي بدون إشي، بس مكتوب عليه تعليمات إنه ممنوع لمرضى السكري، كميات قليلة. لا تنسونا من الدعاء، وبارك الله فيكم ومع السلامة.